السلام عليكم، صباح الخير، صباح النور، يسعد صباحكم بكل خير. ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير وانتم تحضروا هذا الفيديو. ونقول لكم مرحبا بكم جميعا في قناة عالم جنى، وان شاء الله يكون المحتوى اللي راني نقدم فيه يفيدكم ولو بالشيء القليل او الشيء البسيط. نتمنى منكم ان تدعموا قناتي. اللي مازالوا مشتركوش في قناتي نقول لكم فضلا وليس امرا دعموني واشتركوا في قناتي، وما تنساوش اللايك وبارطاجيوا الفيديو مع احبابكم واصحابكم اذا اعجبكم. طبعا هذا اليوم ما شاء الله من الصباح لليل ما هديتش، انا عندي اشغال، واهم شيء كان عندي اليوم هو الاقامه. عندنا تجديد الاقامات. طبعا اليوم جيتكم بشيء جديد اللي يعني 2023. انا دائما اقامتي في هذا الشهر في اول في جونفي، يعني اول شهر من السنه الجديده يكون تجديد الاقامه نتاعي. راح نحكي لكم ونفيدكم بكل شيء، يعني الناس اللي راهي جايه لتركيا، اللي راهي جايه سياحه، اللي راهي باغي تجدد اقاماتها، فنعطيكم الشيء المضمون والرسمي واللي عدى عليا انا. طبعا رحنا للامنيات كما راكم تشوفوا، كان الموعد تاعنا مع عشيه. المهم الإقامة ذروة التجديد يجدوا نورمال، ولكن الإقامات الجديدة اللي أول مرة تدخل لتركيا وغادي يصنع إقامة هي اللي راهي فيها شوية صعوبة. ولكن شوفوا، أنا لاحظت راني عندي هنا تقريبا 5 مرات راني نجدد. الشيء الوحيد اللي عند الأتراك في اليابانجي كي تدي ملفك كامل، دوسية تاعك كامل تديها ما فيها ولا نقص، يقبلوها وتكون منظمة ومرتبة. طبعا هنا سويت شوبينغ، راني نوريكم انتم كملوا الفيديو انني نحكي لكم على الاقامات. طبعا المهم بالنسبه لتجديد الاقامه راح نذكر لكم الاوراق، ولازم يكون كما قلت لك الملف عندهم الدوسي تكون مرتبه ومنظمه. وكل واحد اذا عندكم اولاد كما انا كي عندي ولادي وزوجي، كل واحد درنا لها اوراقها في بوشيت وقدمناها لها. فما شاء الله كي وصلت، والله يا البنات كي وصلت عند الموظفه كي قعدت تشوفهم قالت لي ما شاء الله مرتبين، عجبها الحال زعما ما تغابنتش. فاكيد هما ثاني راهم عندهم بزاف دوسيات، فاحنا نراعي هذا الشيء، ما نقلقوهمش. احنا بوراقينا كل ورقه ناقصه. المهم تدوا الدوسي اللي هو تدوا اول حاجه الرونديفو اللي قطعناه حنايا، ندو سيغورتا اللي قطعناها التامين الصحي، تدوا نسخه على الباسبور تاعكم ونسخه على الاقامه. طبعا ودوا الباسبور والاقامه معاكم، ادوا اجار البيت ونسخه منه، ودوا القيد من عند المختار. كي تبغوا تروحوا عند قبل ما تروحوا بليله روحوا لعند المختار. القيد هذا شغل اللي يثبت باللي راك ساكن هنايا وهذه الادريس تاعك. فانا كي ديت القيد ما طلبوش مني الفاتوره. طبعا كما راكم تسمعوا الفاتوره راهم يطلبوها بزاف ولازم تكون باسمك. هنايا الفواتير كلها غاليه، اذا راح تحطي غاز ولا ماء ولا كهرباء فكله غالي، الا تاع الماء راهي 500، ارخص واحده فيهم 500. طبعا تدوا 4 صور بيومتريه. هذا هما في الحق الاوراق اللي طلبوهم. المهم ركزوا، اذا الناس اللي ما عندهاش فاتوره باسمها تجرب كيما درت انايا، درت القيد تاع السكن، مع انه انا الفاتوره عندي الحمد لله صنعتها قبل، ولكن دو قيد من عند المختار. هذو هما الاوراق اللي طلبوها. اما بالنسبه للاولاد اللي عندهم اولاد فالزياده على هذو ديروا نسخه تاع الباسبور تاعك، فوتوكوبي تاع الباسبور تاعك انت والاب والام، والشهادات الميلاد نتاع الاولاد يكونوا عند السفاره الجزائريه القنصليه الجزائريه مختومين ومنوترين ومترجمين. هذه انا دائما يطلبوها لي. فالحق كي جيت اول ما جيت هنا لتركيا خدمتها ودائما نمد الفوتوكوبي. هذو هما الاوراق في الحق المطلوبين في تجديد الاقامات، وكل واحد ديروا لها دوسيه وما تدوش النقص. اما بالنسبه للضرائب حق الكارطه هذيك تاع الاقامه 365 في هذا العام طلبوها 365 حق الكارطه برك. اما هذيك حنايا الجزائريين ندفعوا 39 دولار زياده، والصغار يقسموها على زوج فيعطوهم 19.5 دولار. هذا هي بالنسبه لتجديد الاقامه. هذا هو الملف كامل، الدوسي كامل. اما بالنسبه اللي راهم اول ما جاو، يعني اول مره جاوا لتركيا وراهم رايحين يخدموا اقامه، فنقول لكم جيبوا من الجزائر وانتم جايين باللي عندك كونت بانكير في الجزائر، اقل شيء فيه مثلا 1000 دولار. هذه الورقة لازم تجيبوها انه عندكم بنك، وانه عندكم ما فيه 1000 دولار ولا اكثر. الناس اللي تبغي تحط اكثر باللي عندي شيء يثبت لي انه انا عندي دراهمي وعندي نقدر نعيش هنايا ونوفر المسكن نتاعي.
طبعا زيادة عليه سيغورتا، أجار البيت، القيد، الصور، هادو هما اللي يطلبوهم تقريبا الملف كامل، إلا هذا الفيش تاع البنك يكون عندك يعني مبلغ يكون فيه $1000 أو أكثر، هذا هي اللي راهم يطلبوه. والأدريس كاين بلايص هنا راهم في بورصة بلعوا الأدريس، فكي تبغوا أول ما تجوا لتركيا شوفوا البلايص اللي راهي فيها الأدريس مفتوحة، يعني اللي فيها قيد نفوس، هذه هي اللي نستأجروا فيها بيوتنا. كما احنا هنا في بورصة أغلب المناطق هم بلعوها غير لبال قيد النفوس هذا، باش الناس ما تكثروا بزاف. فنتمنى انه ان شاء الله يا ربي يعطوكم كامل ويفرحوكم كامل. نحكي لكم على الاقامه الانسانيه، طبعا هذا الموضوع ثاني فات علينا وعن تجربه، يعني الواحد ناس قراب لينا. المهم حتى يمدوا لك، وسقسيت في الامنيات هذا المره، سقسيت جبت معلومه جديده انه كي يولي الاقامه الانسانيه ويتا يمدوها لك، طبعا عندها ظروف بزاف، ولكن يمدوها اللي يكون مثلا دخل لتركيا وباسبوره كملوا او باقي له مثلا ايام ويكمل له هنايا، احتمال يعطوا له اقامه انسانيه. طبعا لازم يكون كما احنا نقولوا السبب قاهر، يعني سبب مقنع انه تعطوني اقامه انسانيه. فتقدموا وثائق. الوثائق الصراحه هي ما يكونش فيها تامين صحي، لكن يكون فيها الرونديفو، يكون فيها السبب اللي راه مخليك ما تقدرش تهبط لبلادك او شيء. ولكن الشيء المعلومه الجديده اللي سالت عنها هي انه الباسبور كي يولي رايح يخلص او خلاص لك هنا يقدروا يمنحوك اقامه انسانيه، اللي تقدر انت تتواصل مع القنصله تاعكم ولا السفاره وتجدوا باسبوراتكم. هذه فقط معلومه جديده. اي هنا بعد ما خلصنا الاقامات والحمد لله مدوهم لنا. وكذلك معلومة جديدة ثاني، اللي راح باسبوراتهم مثلا يخلصوا قبل مدة الإقامة، مثلا الإقامة راح يمدوها لنا عام كامل، لكن الباسبور راح يخلص قبل، فهنا ما يعطولكش إقامة مدة عام كامل، يعطولك مدة 6 أشهر فقط حتى اللي تروح تجدد الباسبور نتاعك. هذا هو بالنسبه للاقامه. ان شاء الله يا رب نكون فتكم، لان كاين ناس بزاف تبغي تجي هنايا بغرض التجاره او بغرض انه تسكن هنايا تستقر في تركيا او بغرض العلاج. انا نحكي لكم على الاقامه السياحيه. ان شاء الله يا ربي تكون معلوماتي مفيده لكم وجبت لكم كل شيء جديد وكل شيء يعني مضمون 100%. فالاسعار هذه هي ما غاديش تتبدل طبعا حاليا، يعني العام الجاي الله اعلم، لان الكارطه كل مره تزيد تغلى علينا. هذه هي. بعد ما كملت الاقامات رحت كما شفتوني، رحت جبت القهوه، كانت خلصت لي القهوه، ولكن الحمد لله بعد اعطتني هاجر، فالحمد لله ريقلت روحي ضروري. بعدها جبت الزيتون هنايا، جربته هما نتاعهم مخلل حاطين فيه فلفله، حاولت اني نتحايل عليه، شمختها اللي قيمت ما راح لها الملح، ومن بعدها غليتها 2 مرات، حطيت معاها ليمون وقلعت ديك الفلفله وجربته. فكما قلت لكم الصراحه انه طلع 65-70% يشبه تاع البلاد ما يشبه لهاش كامل، ولكن تاع البلاد كما احنا نقولوا في الجزائر في التيارت نقولوا طاب زبده. هنايا طيبتها بصح حسيت انه ما طابليش بالغايه كما انني باغيه، ولكن الحمد لله يا ربي نعمه، ربي يحفظها لنا ان شاء الله. وكما شفتوا درت الشوربه. انا الصراحه الشوربه ما نستغنيش عليها في الشتويه، في الشتاء دائما، لاني الاكله المفضله عند ولادي، فنوع دائما الشوربه. مرة ندير حريرة، مرة ندير هذه شوربة الفيرميسيل، مرة ندير العدس. فصراحة فات نهار حسيتها طويل بزاف تما مشينا فيه، لأني الإقامة شفتوا كي ولي عندنا نهار تاع الإقامة لازم نوضو بكري، لازم نخدموا لها نمشوا لها، فالحمد لله. ولكن بعد ما وجدت الفطور تاعي هنا حسيت انه النهار صاحي الحمد لله. حبيت انه تكون اليوم اطباقي كامل جزائريه كما راكم شفتوا، الشوربه الله ما شاء الله، المعقوده، الزيتون جزائري، حطيته بنكهه زمان ما غيرتش فيه. فهذه هي الحمد لله سفرتنا، اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال، إن شاء الله يديمها علينا وعليكم وعلى جميع أمة محمد. المهم نتمنى أنه الفيديو أعجبكم واستفدتوا منه، واللي عندهم أي واحد جاي لتركيا ولا جاي يستقر هنايا ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو معاه حتى يستفاد وتفيدوا به غيركم. ما تنساوش تدعموني وتهلاو في رواحكم. إن شاء الله إلى فيديو واحد آخر. بسلامة، سلام.